بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. سلام الله عليكم حبيبات القلب، نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. اليوم جبت لكم بسبوسة بأصغر كيلة وبمقادير مضبوطة في المول الأسطوري تاع 30 على 10. تجي روعة وخفيفة وحلوة بلا ما تقهم. تابعوا الفيديو للتالي وما تنسوش تدعموني بجام باش يوصل لأكبر عدد من الناس، لأنه دعمكم هو اللي شجعني باش نزيد نقدم لكم وصفات ناجحة ومضمونة بحول الله. نسمو بسم الله. أول حاجة نبداو بالشربات اللي راح ندير فيها كاس سكر. الكاس يرفد 220 ملي وزوج كيسان ونص تاع الماء. أنا درت نص زيادة، يعني كي تكون تغلي هذاك النص راح يتبخر، وهكذا مش راح تنقص عندي كمية الشربات وراح تجيني سوا. نخلطهم شوية بالفوي باش السكر يذوب، ونزيد لهم شريحة تاع الليمون ونحطهم على النار. كي تبدا تغلي نحسب لها 10 دقائق ونطفي. نجيب ريسيبيون نحط فيه زوج حبات بيض. بالنسبة للبيض اللي استعملته حجم صغير ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. نزيد عليهم قرصة الملح ومغرفة صغيرة لافاني ونص كاس تاع السكر. نضربهم بالضراب الكهربائي، يعني نطلع هذاك البيض مع السكر مليح مليح حتى يذوب ويولي عندي خليط ابيض وخفيف كيما راكم رايحين تشوفوا معايا. واللي ما عندهمش الباتور يقدروا يخلطوا بالفوي. برك حاولوا تخلطوا البيض مع السكر كي تشوفوه ذاب كامل باش تضيفوا باقي المكونات. بعد ما نتحصل على هذا اللون الابيض نزيد نص كاس تاع الزيت بالتدريج، يعني غير بالعقل، ونبقى نخلط في نفس الوقت باش يتجانس الخليط حتى نكملو كامل. والكمية تاع الزيت هي نفسها الكمية تاع السكر، يعني نفس العبر. هكذا خياتي، ورايحة نخلي لكم المقادير مكتوبين لتحت في صندوق الوصف باش اي وحدة تتلف لها ولا تلقى المقادير بالضبط مكتوبة في صندوق الوصف. بعد ما طلعنا البيض مع السكر وزدنا له الزيت، هنا نتوقف، ما نزيدش نستعمل الباتور. وفي هذا المرحلة رايحة نكمل نخلط بالفوي. زدت عليهم مبشور حبة ليمون كبيرة. رايحة نبشر فقط القشرة الفوقانية بلا ما نوصل للقشرة البيضاء، لأنه راح تطلق لنا المرورية في البسبوسة نتاعنا. واللي عندها عطر نوات كوكو تقدر تضيفه ايضا، رايح يمد ريحة بزاف شابة للبسبوسة نتاعكم. ونزيد كذلك نص كاس حليب دافي، يعني كي تحطي صبعك تحسيه دافي، مش سخون ومش بارد. ودايما نستعمل الكاس اللي يرفد 220 ملي. ونزيد ملعقة كبيرة جوز الهند نخلطوهم مليح بالفوي، ومن بعد نضيفوا المواد الجافة. وقبل ما نضيفوهم مباشرة على الخليط لازم نغربلوهم. هنا عندي كاس مملوء جيدا سميد متوسط وملعقة كبيرة فارينة وكيس خميرة كيميائية وزن 10 جرام. نصفيهم مليح من اي شوائب اللي يكونوا في السميد ولا الفارينة. وبالنسبة لنوعية تاع السميد اللي استعملتها هي سميد تاع ماما متوسط. ونكملوا نخلطوا المزيج تاعنا بالفوي حتى يولي عندنا خليط متجانس. وكما راكم تلاحظوا هنا القوام تاع البسبوسه راهو خفيف. واش رايحه ندير في هذا الوقت؟ رايحه نخليها ترتاح حوالي 3 دقائق باش هذاك السميد يتشرب ويولي القوام ثقيل كيما تاع المسكوتشو. هنا جبت المول تاع 30 على 10، دهنته بالزبده ورشيته بالسميد كيما راه موضح في الصوره. ومن بعد نجيب الخليط تاع البسبوسه بعد ما خليته ارتاح نخلطه شويه. شوفوا كيفاش ولا ثقيل كيما قلت لكم.
ولا القوام تاع المزيج بنفس القوام تاع المسكوتشو. بعد ما تشرب السميد كامل هذوك السوائل نفرغه في السنيوة، وهنا راني مشعل الفرن على 180 درجة من الأسفل مدة ربع ساعة. ندخل السنيوة تاع البسبوسة الطيب، كي نشوفها تحمرت في الأطراف نطفي من الأسفل ونهبط السنيوة في الرف السفلي ونشعل عليها من الفوق باش تاخذ تحميرة مليحة. بعد ما تاخذ هذا اللون الذهبي نخرجوها من الفرن مباشرة وهي سخونة، نسقيوها بالشربات اللي لازم تكون باردة. نفرغوا الشربات بالعقل بالعقل وهي راهي تتشرب معنا في نفس الوقت حتى نكملوا كامل الكمية. والكمية تاع الشربات اللي درتها معاكم جاتني سوا مع البسبوسة. ملاحظة هنا نعطيها لكم خياتي، بالنسبة اللي عندهم المول يخرج السوائل في الجوانب، جيبوا شوية تاع الفارينة بلوها بالماء حتى تولي لكم على شكل عجينة طرية، وبلعوا بها الجانب تاع المول تاعكم، وهكذا رايحين تتفاداو هذا المشكل. وكتزيين هنا جبت الفوغاج تاع السيترون ولا الليمون اللي تقدروا تعوضوه بالمعجون تاع المشمش ولا الحسل، وندهن به الوجه تاع البسبوسة بهذا الشكل. وزينوها كيما تبغوا، كاوكاو مدشش ولا لوز ولا بيستاش، بما اني ضفت لها نواه كوكو لداخل فزينتها بنواه كوكو وحبات تاع لي سوريس كونفي. وحنا تحصلنا لابن بسبوسة خفيفة ومشربة كيما يحب الخاطر. نقسمها معاكم. بالنسبة لكمية تاع هذا السنيوة راح تقطع لكم 7 حبات، واللي حابة ديرها في سنيوة كبيرة يعني حجم عائلي ما عليها غير دوبلي المقادير، وراح تجيكم بسبوسة ما شاء الله من أروع ما يكون. صدقوني يعني حتى اللي كلاوها في الدار دايما يقولوا لي عاوديها لنا لأنه جات بزاف بنينة. وهنا كي تقسموها دايما الحبة الاولى سايسوها غير بالعقل. انا هنا ما عطيتلهاش بزاف وقت، خليتها نص ساعة وقسمتها، تسرحت شوية هكذا وما صبروش عليها في الدار. انتو عطولها وقتها، خلوها تتشرب بعقلها ساعة ساعتين، ومن الاحسن تقعد مدة مليحة في هذيك الشربات. والبسبوسة كل ما تخلوها ترتاح أكثر كل ما تزيد تبنان، خاصة إذا خليتوها باتت في الفريجيدر. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى منكم تجربوها وتخلوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسونيش بجام وبارتاج للفيديو لتعم الفائدة. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.